بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم. طابت أوقاتكم بكل خير في اليوم الثاني من الجولة 12 هنا في ملعب النجف الدولي، حيث يسعى غزلان البادية النجف الجريح في هذا الموسم لتعديل المسار في هذه المباراة بمواجهة فرسان المملكة نفط ميسان، الذي يسعى هو الآخر لتعديل مسار الفريق في هذا الموسم ولتحقيق الانتصار الغائب عن الفريق منذ الجولة الثانية في الدوري، بمواجهة صعبة مهمة لكلا الفريقين. ونحن وإياكم من المنتظرين لمباراة نتمناها أن تكون ممتعة تليق بسمعة الفريقين في هذه الجولة 12 في دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026. صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، صافرة الحكم سالم عامر تبدأ بانطلاقة هذه المباراة في هذه المواجهة. سالم عامر هو من يقود هذه المباراة، بينما علي صباح مساعد أول، علاء عبد الحليم مساعد ثاني، ومحمد كامل حكم رابع، بينما عصام فاضل وكرار عبد الكريم حكام في الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي في هذا اللقاء في هذه المواجهة. فريق النجف الذي يسعى لتعديل المسار في هذه المباراة بمواجهة لا شك أنها صعبة بمواجهة هذا الرجل المدرب نفط ميسان، المدرب حسن أحمد، الذي يسعى ويدخل في هذه المباراة أيضا عن تحقيق واقتناص النقاط الثلاث الغائبة عن نفط ميسان منذ الجولة الثانية. على الجانب الآخر فريق النجف أيضا هو جريح في هذا الموسم ويسعى لتحقيق الفوز وإفراح جماهير النجف الكبيرة التي تنتظر فرحة في هذه المباراة. فريق النجف الذي يقوده طبعا المدرب حيدر عبودي هو الآن يقود نادي النجف بعدما تم فسخ العقد بالتراضي مع المدرب علي عبد الجبار. حيدر عبودي يدخل في هذه المباراة مصطفى شوكت الذي تألق في المباريات السابقة، بينما أيضا محمد جاسم وحمزة عدنان، أحمد نور والتونسي حمدي النقاز، نور المصطفى، سجاد رعد، عبد الله حسن، بشير بن محمد، ونسيم صيود، وكذلك رضا فاضل. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي النجف في هذه المباراة. على الجانب الآخر نفط ميسان الذي يدخل هذه المباراة مع المدرب أيضا حسن أحمد، بحراسة المرمى حسن نجم ومحمد سلام وداملاري ماثيو ومصطفى محمد. هنا كرة تلعب عالية ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مصطفى عبد الجليل وأيضا إبراهيم عبد الكريم وعلي لطيف وديمي داود وعلاء سعد وكريست ميرفز، بينما أيضا في الهجوم فقار عبد. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي نفط ميسان في هذه المباراة، في مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين في هذه الجولة بالنسبة للنجف وأيضا بالنسبة أيضا لفريق نفط ميسان، في مباراة لا شك أنها مهمة وصعبة على كلا الفريقين. فريق النجف الذي حقيقة وفي هذا الموسم الجريح نتحدث عن أزمة مالية صعبة ووضع فريق في هذا الموسم، وعلى الجانب الآخر فريق نفط ميسان أيضا تحدث عن مبارياته في هذا الموسم، أيضا هو يبحث عن تحقيق الانتصار بعد النتائج السابقة بين تعادل وخسارة، وهو يسعى لتحقيق الانتصار في هذه المباراة. كرة تلعب لمصلحة فريق النجف للأمام، يحاول فيها على جهة اليسار، من هناك رضا فاضل يحاول المرور ولكن هناك صافرة موجودة من الحكم سالم عامر، خطأ يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان، لمصلحة محمد سلام في الكرة الماضية بينه وبين أيضا رضا فاضل مهاجم نادي النجف، اللاعب الذي سبق وأن تألق مع نادي كربلاء وأيضا سبق واللعب لنادي الأمانة. تحدث عن رضا فاضل. هذه المباراة بالتأكيد لا شك أنها صعبة على كلا الفريقين، على فريق النجف وعلى فريق نفط ميسان. النجف اللي هو حقق انتصار فقط في مباراتين، فريق النجف فاز في هذا الموسم، فاز على الطلبة بهدف وأيضا فاز على نادي أمانة بغداد بهدف نظيف.
أيضا تحدث عن تعادل في مباراة واحدة بالنسبة لفريق النجف، تعادل في مباراة واحدة في هذا الموسم، وأيضا مع فريق النفط، وأيضا خسر في 8 مباريات. بالنسبة لفريق النجف اللي حقيقة يعاني جدا في هذا الموسم، سجل 7 أهداف فقط وعليه 17 هدف، وضع صعب حتى من الناحية الدفاعية لفريق النجف، وعنده فقط 7 نقاط وهو في المركز ال19، مركز لا يليق بسمعة النجف اللي تعودنا دائما نشاهده في المراكز المتقدمة. كرة من هناك لمصلحة نفط ميسان، لعب كرة للأمام يحاول فيها ولكن الإبعاد يأتي من عبد الله حسن. الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس لمصلحة نفط ميسان. هسه نشاهد هدف مبكر يأتي مع بداية المباراة في هذا اللقاء. كرة اللعب محاولة لمصلحة فريق نفط ميسان للأمام، هذه كرة خطيرة، محاولة على كرة كانت خطيرة جدا لفريق نفط ميسان في الكرة الماضية، ولكن وصلت بأمان عند حارس المرمى مصطفى شوكت اللي حقيقة يقدم مستوى جميل وملفت في المباريات الأخيرة لفريق النجف عن مصطفى شوكت الذي تألق في مباراة فريق النفط وتصدى لركلة جزاء، وأيضا حتى تألق حقيقة في مباراة السابقة مع الكرخ. هذه الكرة الماضية بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي النجف في الكرة الماضية. فريق نفط ميسان في هذا الموسم فاز فقط في مباراة واحدة، نحن في الجولة 12. فريق نفط ميسان فاز في مباراة واحدة فقط في هذا الموسم على مستوى الدوري العراقي، فاز فقط في الجولة 2 على فريق نوروز بهدفين لهدف. هذه مباراة وحيدة فاز بها فريق نفط ميسان في هذا الموسم، وتعادل في 4 مباريات. بالنسبة لفريق نفط ميسان هذه صافرة وخطأ يأتي لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات، لمصلحة نور المصطفى في الكرة الماضية، خطأ يأتي لمصلحة غزلان البادية، يدخلون هذه المباراة وعينهم على تحقيق النقاط ال3 في هذه المواجهة. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين كريست ميلفاز المحترف من الكونغو في الكرة الماضية، وبالتالي خطأ يأتي لمصلحة فريق النجف. هسه نشاهد هدف يأتي لمصلحة غزلان البادية الذي يدخل هذه المباراة بروحية ويبحث عن تحقيق الانتصار وإفراح جماهير النجف الحاضرة في هذا اللقاء. وكرة الآن لمصلحة فريق النجف، كرة اللعب عالية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد الكرة أقرب من هناك عند ديما داوودة، من هناك في جهة اليسار يحاول المرور ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس لمصلحة فريق نفط ميسان. تحدثت عن فريق نفط ميسان الذي تعادل في 4 مباريات في هذا الموسم، تعادل مع دهوك بهدفين لهدفين، وتعادل مع الموصل بهدف لهدف، وتعادل بنفس النتيجة مع ديالا، وفي المباراة الأخيرة السابقة تعادل مع الزوراء بهدفين لهدفين. أيضا نتحدث عن فريق نفط ميسان اللي خسر في 6 مباريات خسر بها نادي نفط ميسان في هذا الموسم. خسر من أمام الغراف بهدف نظيف، وخسر مع نادي أمانة بغداد ب4 أهداف لهدف، وأيضا خسر مع الكرخ بهدفين لهدف، بينما أيضا خسر من نادي الطلبة بهدفين لهدف. وأيضا الخسارة الأخيرة في الجولة 9 خسر من أمام أربيل بهدف نظيف. حصيلة هذه المباريات بالنسبة لفريق نفط ميسان سجل 12 هدف وعليهم 20 هدف، أيضا في وضع دفاعي صعب بالنسبة لفريق نفط ميسان في هذا الموسم، وأيضا هو يتساوى مع فريق النجف. هذه كرة خطيرة، محاولة فرصة الهدف الأول ضاعت يا رضا فاضل، ضاعت على فريق النجف. كان بالإمكان أن يهد شباك نفط ميسان بهذه اللحظات، ولكن ضاعت على فريق النجف. كان بالإمكان أن تكون فرصة التقدم لمصلحة غزلان البادية، ولكن ضاعت. النجف يبدأ في الدقيقة 8 بأول فرصة، بأول محاولة كاد أن يسجل النجف ويفتتح أهداف اللقاء، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى حسن نجم في الكرة الماضية. كرة عادت لمصلحة فريق النجف، لعب كرة أمامية، استقبال ممتاز، محاولة المرور لرضا فاضل، لعب كرة ولكنها قصيرة، أقرب لفريق نفط ميسان. يحاول الآن
التقدم للأمام، ولكن كرة كانت خاطئة، عادت لمصلحة فريق النجف. يبحث بهذه اللحظات، يا سلام على هذه الكرة عرضية أمامية، ولكن وين الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى حسن نجم ويوجه فريقه. لاحظ هذه الكرة الماضية، شوف هذه الكرة كانت من سجاد رعد، وهذا الاستقبال الله على التصدي من حسن نجم ينقذ فريقه حقيقة من هدف محقق. هدف كان بالإمكان أن يأتي لمصلحة رضا فاضل، ولكن براعة حارس مرمى نفط ميسان في الكرة الماضية أضاعت على فريق النجف هدف التقدم الأول في هذه المباراة. ضاعت على رضا فاضل اللي لديه هدفين، سجل على فريق أربيل وسجل على الطلبة. كان بالإمكان أن يسجل في هذه الكرة ولكن ضاعت، وربما نفط ميسان قد يعود بكرة، وأيضا قد نشاهد أول فرص نفط ميسان في الدقائق القادمة. كرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة فرسان المملكة. في هذه الكرة الآن محاولة للأمام ولكن الإبعاد من هناك، والكرة مرت إلى ركنية. هذا مصطفى شوكت، حارس اللي حقيقة يقدم مستوى طيب لغاية الآن مع فريق النجف، اللي حقيقة يقدم أول مواسمه مع فريق النجف في هذا الموسم. كرة الآن لمصلحة فريق نفط ميسان عند ديمي داوود. ديمي لعب كرة الله، ولكن الإبعاد حارس المرمى. الكرة لا زالت نفط ميسان يبحث، هذه كرة محاولة وخطيرة للأمام، ولكن دفاعات النجف حاضرة والإبعاد يأتي للأمام. هذه كرة خطيرة، رضا فاضل من بين المدافعين، ولكن الكرة في الأخير وصلت عند حارس المرمى حسن نجم. هذا رضا فاضل، كرة من جديد لمصلحة نفط ميسان على جهة اليمين من مصطفى محمد. لعب كرة للأمام، محاولة يحاول فيها المرور من أمام لاعب لفريق نفط ميسان في الكرة الماضية. الإبعاد كان عن طريق حمدي النقاز التونسي. كرة من جديد عادت لمصلحة فريق نفط ميسان. يا سلام الله، هذه كرة خطيرة، محاولة الله 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 الله، جول أول يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان. الله 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 يا علاء سعد، الله يا علاء سعد بكرة رائعة جدا يسجل من خلالها فريق نفط ميسان الهدف الأول. يأتي الآن علاء سعد يجلب كل السعد للجماهير الميسانية. علاء سعد إذن يسجل رابع أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى نادي أمانة بغداد وسجل في مرمى دهوك والزوراء. الآن يسجل في مرمى النجف بكرة رائعة جدا. لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الجميلة جدا، الله، وضعها في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى. هدف أول يأتي بهذه اللحظات، هدف رائع جميل جدا وممتع يسجل لمصلحة علاء سعد. الله 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 يا علاء سعد بكرة رائعة يسجل من خلالها الهدف الأول بهذه اللحظات لمصلحة فرسان المملكة. سجل فريق نفط ميسان بهذه اللحظات الهدف التقدم يأتي عن طريق علاء سعد اللي يسجل كما ذكرت رابع أهدافه، اللي يتساوى مع زميله الآخر ديمي داوود اللي أيضا سجل 4 أهداف. الآن هدف لمصلحة فريق نفط ميسان، هدف بالتأكيد سيجعل فريق نادي النجف يندفع للأمام، وربما سنشاهد مباراة جميلة في الدقائق القادمة. نشاهد ونتابع ونحن معكم من المنتظرين لمشاهدة مباراة جميلة في هذا اللقاء. كرة من هناك على جهة اليسار لمصلحة فريق نفط ميسان يندفع للأمام. هدف فريق نفط ميسان اللي لم يحقق انتصار منذ الجولة الثانية في هذا الدوري، بالتالي يبحث عن تحقيق انتصار في هذه المباراة أمام فريق النجف. كرة من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان على جهة اليسار يحاول المرور، هذه كرة خطيرة ولكن الإبعاد يأتي. الكرة عادت من جديد، محاولة من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان يحاول المرور. يا سلام
من ديمي داوود اللي أيضا لديه 4 أهداف، ويتساوى اليوم مع علاء سعد. كرة من هناك عند رضا فاضل يحاول المرور، ولكن الكرة أقرب في الكرة الماضية عند محمد سلام. محمد سلام اللي سبق واللعب في الكهرباء ولعب أيضا لنادي أمانة بغداد. فريقين متساويين بالنقاط قبل هذه المباراة، كلا الفريقين لديهم 7 نقاط، ولكن فريق نفط ميسان يعني يتقدم بفارق الأهداف على فريق النجف. ولكن اليوم مع تحقيق هذا الفوز سيصل فريق نفط ميسان إلى النقطة العاشرة، ولكن لا زلنا في البداية ولا زلنا قد نشاهد ردة فعل لفريق النجف في الدقائق القادمة. كرة من هناك يحاول فيها ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية. هذا الواضح في الصورة. علي لطيف واحد من الأسماء المميزة بفريق نفط ميسان. كرة عند محمد جاسم، رمية تماس لمصلحة فريق النجف، لعب كرة أمامية، عادت من جديد عند علاء سعد صاحب الهدف، يحاول التقدم من هناك من أمام محمد جاسم. لا زال صراع على الكرة في جهة اليمين، تلعب الكرة أمامية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ولكن الكرة عادت من هنا، يحاول فيها بهذه اللحظات. هنا تسديدة قوية ولكن وين الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. أحمد نور الواضح في الصورة، لاحظ هذه الكرة هذه كرة الهدف. الله على علاء سعد، وضعها بإتقان وبفن على يمين حارس المرمى مصطفى شوكت. كرة من جديد من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم فيها للأمام، محاولة صناعة فراغ في دفاعات النجف، استقبال ممتاز، لعب كرة عند علاء سعد، علاء يحاول المرور، مر بنجاح، لعب كرة ممتازة خطيرة لمصلحة فرسان المملكة على جهة اليمين. مصطفى محمد عاد الكرة بالخلف، تمريرات، محاولة إيجاد الفراغات في دفاعات النجف. حمزة عدنان لعب كرة عالية وللأمام، من هناك بالراس، الكرة عادت من جديد عند مصطفى محمد اللي لديه تجربة سابقة في الدوري الإيراني. تحدث عن مصطفى محمد اللي سبق واللعب مع نادي ميسر رفسنجاني في الدوري الإيراني. ولكن هنا كرة خطيرة لمصلحة فريق نفط ميسان أمامية، ولكن الكرة وين مرت من فقار عبد، وصلت عند حارس المرمى مصطفى شوكت. كرة بالراس من هناك، يحاول بها فريق النجف، يحاول أن يعود مع الربع الساعة الأولى في هذا اللقاء. كرة لمصلحة النجف على جهة اليسار، حمزة عدنان، تمريرات، هذه كرة خطيرة، محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن الإبعاد يأتي. كرة من جديد من ماثيو، لعب كرة أمامية من هناك للأمام، يحاول فيها ولكن حمد النقاز أقرب. التونسي حمد النقاز قادم من الشحانية واللي سبق واللعب مع نادي الإسماعيلي. كرة من جديد لمصلحة فريق النجف، حاول صناعة فرصة جديدة من حمد النقاز من هناك على جهة اليمين، عادت على جهة اليسار محمد جاسم، من هنا سجاد رعد، لعب كرة للأمام ولكن الإبعاد. الدفاعات الميسانية حاضرة يقظة لغاية الآن في وسط الميدان. كرة من جديد لمصلحة فريق النجف من هناك على جهة اليمين، هذه خطيرة لمصلحة غزلان البادية على جهة اليمين، محاولة المرور، هذه كرة خطيرة ولكن الإبعاد يأتي، والكرة مرت من هناك، أبعدها لاعب فريق نفط ميسان في الكرة الماضية إبراهيم عبد الكريم إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركنية لمصلحة النجف. هسه نشاهد عودة تأتي لمصلحة غزلان البادية بهذه اللحظات. جمهور النجف حاضر ومؤازر ومشجع رغم الظروف التي يعاني منها نادي النجف في هذا الموسم، بينما سجاد رعد على التنفيذ. سجاد لعب كرة عالية ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت ولكن في الأخير وصلت عند حسن نجم اللي يعني
أشرك في مباراة نادي أمانة بغداد بعد إصابة الحارس أحمد خالد. مباراة أمانة بغداد اللي خسرها فريق نفط ميسان ب4 أهداف لهدف في الجولة الرابعة الماضية. كرة من هناك لمصلحة فريق النجف، هذه محاولة خطيرة لمصلحة غزلان البادية، تسديدة ولكن اصطدت. عادت من جديد من هناك عند سجاد رعد، عاد الكرة بالخلف، يحاول فريق النجف العودة في المباراة عند حمد النقاز التونسي، عند محمد جاسم كابتن الفريق في هذه المباراة. كرة من جديد بعد أن غادر شبر علي فريق النجف. كرة في جهة اليسار، محاولة المرور ولكن هنا الصافرة حاضرة، خطأ يأتي لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات، لمصلحة نسيم المحترف التونسي الآخر بصفوف الفريق. 3 لاعبين محترفين بصفوف النجف في هذه المباراة بعد أن غادر المحترفين الآخرين محمد المرمور وبانو الدولي الأثيوبي، وأيضا إدريسان يانغ أيضا غادر الفريق، وبقي 3 لاعبين محترفين، و3 لاعبين جميعهم تونسيين. حدث عن نسيم والبشير وحمد النقاز. كرة اللعب عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن الإبعاد. الكرة لا زالت لمصلحة فريق النجف، هذه محاولة ورأسي. الله 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 الله، جول التعادل يأتي، رضا فاضل يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق النجف. الله الله الله، وفرحة جمهور النجف بهذا الهدف. يسجل رضا فاضل 3 أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى أربيل والطلبة، الآن يسجل في مرمى نفط ميسان. هذه الكرة العرضية وهذه الكرة الرائعة جدا بعرضية مثالية، وهذه الرأسية بعد ذلك رضا أكملها في الشباك. يسجل بهذه اللحظات غزلان البادية العودة في المباراة، يسجل هدف التعادل، هدف لهدف لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. هذا هدف نفط ميسان. بعد ذلك عاد رضا فاضل ليسجل هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد، هدف لهدف. العودة سريعة في هذا الشوط، يسجل رضا فاضل هدف. مباراة جميلة لغاية الآن نشاهدها مع دخولنا في الدقيقة 21. يسجل بهذه اللحظات نعم رضا فاضل ليسجل 3 أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى أربيل وأيضا سجل في مرمى الطلبة. كرة لمصلحة فريق نفط ميسان، من هناك حاول فيها لمصلحة فريق نفط ميسان بهذه اللحظات، حاول المرور نفط ميسان. هسه نشاهد أهداف أخرى في هذا الشوط، لغاية الآن مباراة ممتعة. كرة لا زالت من هناك يحاول فيها ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. هذا ديمي داوود المحترف السنغالي بصفوف فريق نفط ميسان. ديمي داوود عنده 4 أهداف مع فريق نفط ميسان في هذا الموسم، سجل على الميناء والطلبة وسجل على الموصل وديالى. بالنسبة لديمي داوود هسه يسجل في مباراة اليوم. كرة اللعب عالية للأمام، محاولة خطيرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة مرت على إبراهيم عبد الكريم في الكرة الماضية، هدف لهدف. هسه نشاهد أهداف في الدقائق القادمة من هذه المباراة. نفط ميسان اللي لم يحقق انتصار بالدوري منذ الجولة الثانية، ولكن تخيل عزيزي المشاهد بالنسبة لفريق النجف يعني لم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات، وعلى إحصائية صعبة جدا على جمهور النجف إنه فريق النجف لم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات ولم يحققوا أي انتصار في آخر 5 مباريات في هذا الموسم. حدث عن مباراة يعني منذ الانتصار في الجولة السادسة
اللي فاز بها نادي النجف على نادي أمانة بغداد. الجولة السابعة خسر بها أمام القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء، والجولة الثامنة خسر من أمام دهوك بهدف. الجولة التاسعة تعادل سلبيا مع النفط، والخسارتين المتتاليتين مع القرمة والكرخ بهدفين. يعني لم يحقق انتصار فريق النجف ولم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات. بالتأكيد إحصائية صعبة جدا على جمهور النجف الذي تعود أن يشاهد الفريق بمستوى أفضل أجمل أحسن. تحدث حتى عن الموسم الماضي، فريق النجف كان يقدم مستوى رائع جدا. تحدث الموسم الماضي في المركز 14 ب 46 نقطة، ولكن النجف تاريخيا فريق كبير، والمشاركة الخارجية والتاريخية في دوري أبطال آسيا. بالسلامة إن شاء الله لمحمد جاسم كابتن نادي النجف في هذه المباراة، بينما هنا محمد سلام الكابتن الآخر بصفوف فريق النفط ميسان. محمد سلام وهنا محمد جاسم، والمباراة لغاية الآن البطاقة الصفراء. نعم، بطاقة صفراء هي الأولى في هذا اللقاء، تأتي على كريست ميرفلز المحترف من الكونغو، يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. هنا رمية تماس، مصطفى محمد على التنفيذ، لعب كرة أمامية، كرة من جديد عادت عند سجاد رعد، لعب كرة أمامية للأمام ولكن بالراس ابعدت، عادت من جديد لمصلحة فريق النجف، يحاول المرور ولكن الكرة مقطوعة، عادت لمصلحة علاء، لعب كرة بشكل ممتاز على جهة اليسار، الكرة عادت عند فريق النجف بهذه اللحظات، لعب الكرة أمامية بالراس أو استقبال ممتاز من لاعبي فريق نفط ميسان على جهة اليسار، كرة خطيرة الآن تأتي لمصلحة علي لطيف، يلف ويدور، خطير فرسان المملكة بهذه اللحظات. كريست ميرفلز سدد كرة ولكن الكرة لا زالت، وفي الأخير وصلت عند مصطفى شوكت. هذا كريست ميرفلز المحترف من الكونغو اللي سبق واللعب في نادي نوروز. كرة من هناك، هذه محاولة ولكن الإبعاد، عادت في وسط الميدان لمصلحة كريست ميرفلز، ولكن يبدو هناك حالة تسلل. في الكرة الماضية كانت على أحد لاعبي فريق نفط ميسان. في الكرة الماضية شوف هذه الكرة الماضية اللي كان فيها حالة تسلل على لاعب فريق نفط ميسان فقار عبد. كرة من جديد على جهة اليسار، فقار عبد طبعا صفوف فريق نفط ميسان. كرة من هناك يحاول فيها، كرة من جديد، كرة مرت إلى خارج أرضية الميدان إلى تماس. هذا نسيم التونسي بصفوف فريق نفط فريق النجف اللي قادم من اتحاد بن قردان بالنسبة لنسيم صيود. كرة من جديد من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان، هذه فرصة ومحاولة لتسجيل الهدف الثاني من هناك، يحاول فيها، هذه خطيرة محاولة ولكن الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. المطالبة في هذه الكرة بوجود ركنية لمصلحة فريق نفط ميسان، ولكن حكم المباراة سالم عامر تحدث عن مواجهات الفريقين. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت لمصلحة فريق نفط ميسان، من هناك الكرة اللي كان يحاول فيها بالمطالبة على وجود ركنية، ولكن
الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مطالبة ربما أيضا حتى بوجود لمسة يد في الكرة الماضية، مطالبة بوجود ركلة جزاء. وحكم المباراة سالم عامر، والحديث مع المتواجدين في غرفة الفار عصام فاضل وكرار عبد الكريم. هل هناك لمسة يد؟ هل هناك ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان؟ شوف هذه الكرة الماضية على اصطدت بيد لاعب النجف في الكرة الماضية. حكم المباراة فريق نفط ميسان كان يطالب بوجود ركلة جزاء، ولكن حكم المباراة يؤمر بالاستمرارية، لا وجود لركلة جزاء في الكرة الماضية. ركلة مرمى لمصلحة فريق النجف، ولكن الحوار لا زال مستمر بين حكم المباراة والمتواجدين في غرفة الفار. هل الكرة الماضية فيها ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان؟ نشاهد ونتابع فريق نفط ميسان اللي افتتح أهداف اللقاء عن طريق علاء سعد، بينما عدل النتيجة فريق النجف عن طريق رضا فاضل. هسه نشاهد أهداف في الربع الساعة الأخيرة من هذا الشوط. حكم المباراة سالم عامر يؤمر بالاستمرارية، لا وجود إلى شيء في الكرة الماضية. نو بنالتي وركلة مرمى لعبت للأمام. كرة عادت من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان، يحاول فيها عادت عند حمزة عدنان. الكرة لا زالت على جهة اليسار، سجاد رعد يحاول المرور من هناك. الكرة عادت من جديد لمصلحة فرسان المملكة على جهة اليمين، لعب كرة عالية وللأمام بالراس يحاول فيها فريق نفط ميسان بهذه اللحظات يبحث عن هدف. كرة للأمام ولكن أقرب لدفاعات النجف، عادت عند مصطفى شوكت. كرة من جديد من هناك يحاول فيها. تحدث عن مباريات الجولة 12 في هذه الجولة، تحدث عن مباريات يوم أمس. فريق ديالى تعادل مع الزوراء بهدف لهدف، والشرطة فاز بثلاثية على فريق الموصل، وأيضا القوة الجوية فاز على نادي أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء، بينما القرمة فاز على نادي القاسم بهدف نظيف. ومباراة الديربي الجميلة اللي كانت بين فريق أربيل اللي فاز فيها نادي أربيل بهدفين لهدف على فريق دهوك. بينما مباريات اليوم شاهدنا 3 مباريات. قبل هذه المواجهة الطلبة فاز بهدف على فريق نوروز، بينما فريق الغراف اللي حقق انتصار اليوم على فريق النفط بهدفين مقابل لا شيء. وأيضا زاخو اللي حقق انتصار على الكهرباء بثلاثية نظيفة في هذه الجولة، في هذا اليوم الثاني من الجولة 12. بينما أيضا هناك مباراة بنفس توقيت هذه المواجهة، الميناء مع نادي الكرخ. كرة في وسط الميدان، الكرة عادت من هناك عند حارس المرمى حسن نجم. استقبال محاولة في وسط الميدان، حاول المرور، يا سلام. كريس ميرفلز على جهة اليمين لمصلحة فريق نفط ميسان. مصطفى لعب كرة عالية وللأمام، ولكن عند مصطفى شوكت، وصلت عند مصطفى، لعبها بسرعة من هناك لمصلحة فريق النجف. حاول المرور، كرة عادت، تدخل قوي، كرة لا زالت من هناك لمصلحة فريق النجف. بهذه اللحظات يحاول يبحث
غزلان البادية من العودة للمباراة بهدف ثاني. كرة اللعب، كرة خطيرة ولكن الإبعاد. هذه كرة لا زالت محاولة لمصلحة فريق النجف داخل منطقة الجزاء. حمزة عدنان لعب كرة وخطيرة للأمام ولكن الإبعاد. الكرة عادت سريعة لمصلحة فريق رفط ميسان بهذه اللحظات، وهناك صافرة موجودة. خطأ يأتي لمصلحة علي لطيف في الكرة الماضية والبطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. تحدث عن آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين. فازوا النجف في 5 مواجهات، وفاز نفط ميسان ب3 مباريات، بينما خيم التعادل في مناسبتين في آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين. هذا سجاد رعد اللي الآن يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. بطاقة صفراء شاهدناها، واحدة كانت على كريست نيرفز والآن بطاقة صفراء على سجاد رعد. كرة من جديد على جهة اليمين، مصطفى. كرة لمصلحة فريق نفط ميسان من ماثيو في وسط ميدان على جهة اليسار. تغيير اتجاه اللعب للأمام والإبعاد يأتي من أحمد نور. تحضير ممتاز ولكن الكرة عادت عند فريق نفط ميسان بهذه اللحظات. حسن نشاهد هدف في هذا الشوط لمصلحة النجف أو لمصلحة فريق نفط ميسان. نشاهد ونتابع. كرة من هناك لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. النجف يبحث، يحاول أن يعود في المباراة بهدف ثاني ويفرح هذه الجماهير التي لم تترك الفريق رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها نادي النجف في هذا الموسم. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين فقار عبد وعبد الله حسن. تحدث عن الموسم الماضي، مباراة الذهاب هنا على هذا الملعب فاز فريق النجف ب4 أهداف لهدف، بينما مباراة الأياب كانت هناك في ميسان وفاز نفط ميسان بتلك المباراة ب3 أهداف لهدف. كرة من هناك، كرة عادت الإبعاد في وسط الميدان، يحاول فيها بهذه اللحظات رضا فاضل. هذه كرة خطيرة، فرصة جول، جول ثاني يأتي لمصلحة النجف. الله 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 يا رضا فاضل، يخطف كرة رائعة جدا يسجل من خلالها الهدف الثاني. هدف ثاني، جول ثاني يأتي لمصلحة غزلان البادية وفرحة جماهير النجف بهدف ثاني. الله الله، رضا فاضل يداوي جراح جمهور النجف بهذا الهدف الرائع، يسجل من خلاله هدف ثاني بهذه اللحظات لمصلحة رضا فاضل. الله على كرة رائعة سجلها بنجاح رضا فاضل، يسجل رابع أهدافه في هذا الموسم بكرة رائعة. لاحظ الله على كرة جميلة استقبلها بشكل ممتاز وضعها أمامها وسجلها في مرمى حسن نجم ليسجل فريق النجف الهدف الثاني في المباراة. جول ثاني يأتي بهذه اللحظات لمصلحة فريق النجف. جول ثاني يسجل عن طريق رضا فاضل بعد أن سجل في مرمى أربيل وسجل في مرمى الطلبة. اليوم يسجل ثنائية وأيضا يفرح المدرب حيدر عبودي بهذا. يعني اليوم سيكون انتصار رائع وثمين
لفريق النجف لو تحقق في هذه المباراة لفريق النجف بعد آخر انتصار سجل فريق نادي النجف على نادي أمانة بغداد بهدف. اليوم سيكون فوز غالي وثمين لجمهور النجف، وجمهور النجف يتفاعل مع كل كرة، مع كل محاولة. كرة عند سجاد رعد حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كرة من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان، كرة من جديد يحاول فيها علي لطيف، من هناك حاول المرور، حاول فيها كريست ميلفوز. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين سجاد رعد. كرة من جديد علي لطيف، علي هسه يعود فريق نفط ميسان بهذه اللحظات. كرة من هناك يحاول فيها عند مصطفى محمد، لعب كرة خطيرة بالراس ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كانت عن طريق علاء سعد صاحب الهدف الوحيد لفريق نفط ميسان في هذه المباراة. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت من مصطفى محمد، وهذه الكرة بالراس ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة فريق النجف، هدف ثاني غالي وثمين أن يحقق فريق النجف انتصار في الشوط الأول ويخرج متقدم ويذهب بأريحية إلى غرف الملابس ويدخل الشوط الثاني بثقة أعلى. هذا ما يبحث عنه جمهور النجف الجريح في هذا الموسم، وجمهور النجف أكيد سعيد فرحان بهذا التقدم لمصلحة غزلان البادية. شوف هذه الكرة الماضية لم يكن فيها حالة تسلل على علاء سعد، وعلاء لم يكذب خبر، وضع الكرة بإتقان وبفن على يمين حارس المرمى ليسجل الهدف الأول، كان لمصلحة فريق نفط ميسان. تحدث عن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت ب3 أهداف لهدف لمصلحة فريق نفط ميسان، كانت هناك في ملعب ميسان. هذه آخر مواجهة، يعني سجل في تلك المباراة علي لطيف، سجل هدفين وسجل داوود، بينما سجل للنجف في تلك المباراة سجل أياي أتيموين اللي حاليا يلعب مع نادي الميناء اللي غادر فريق النجف. ولكن هذه آخر مباراة اللي كانت بين الفريقين اللي كما ذكرت فاز بها فريق نفط ميسان ب3 أهداف لهدف. ولكن اليوم فريق النجف لغاية الآن هو متقدم بهدفين لهدف. كرة من جديد من هناك حاول بها لمصلحة فريق نفط ميسان في وسط الميدان من ماثيو، على جهة اليمين مصطفى محمد اللي كانت لديه تجربة في الدوري الإيراني. نتحدث عن مصطفى محمد مع ميس رفسنجاني. كرة من جديد، كرة عادت لسجاد لمصلحة فريق النجف. حمزة حاول بهذه الكرة عند سجاد، لمسة للأمام ولكنها غادرت إلى تماس لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. رمية جانبية، هسه نشاهد عودة لفريق نفط ميسان قبل نهاية هذا الشوط. فريق النجف قادر أن يحقق هذا التقدم وينهي به طبعا الشوط الأول. كرة اللعب أمامية من هناك، ولكن هناك راية مرفوعة بوجود خطأ يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان، لمصلحة مصطفى عبد الجليل. مصطفى اللي سبق واللعب فريق نفط الوسط، وأيضا سبق واللعب للزوراء، وأيضا سبق واللعب لنوروز بالنسبة لمصطفى عبد الجليل الواضح في الصورة. جمهور النجف، أصوات جماهير النجف تتعالى في ملعب النجف الدولي في هذه المباراة. بالسلامة إن شاء الله للاعب فريق النجف محمد جاسم كابتن الفريق. وصلنا
إلى الدقيقة 43 والتقدم نجفي بهدفين لهدف. النجف فاز برباعية الموسم الماضي على هذا الملعب، في ملعب النجف. الموسم الماضي فريق النجف فاز برباعية على هذا الملعب. سجل في تلك المباراة، سجل أحمد مكنزي، هنا بطاقة صفراء على علي لطيف اللي هو آخر من سجل بين الفريقين، اللي انتهت هناك في ملعب ميسان ب3 أهداف لهدف. علي لطيف يحصل على البطاقة الصفراء. كرة خطيرة، محاولة للأمام، وحمزة عدنان يبعد الخطر. ولكن نتحدث عن الموسم الماضي في هذا الملعب فاز النجف برباعية نظيفة، ولكن سنتحدث عن من سجل لفريق النجف في تلك المباراة. سجل أحمد مكنزي ومحمد قاسم، وسجل مندي هدفين في تلك المباراة الموسم الماضي في هذا الملعب. بينما سجل لفريق نفط ميسان في تلك المباراة سجل أفولابي أوكيكي في تلك المباراة اللي كما ذكرت فاز النجف برباعية ب4 أهداف لهدف، اللي كانت هنا على هذا الملعب. هل ستتكرر هذه النتيجة على هذا الملعب أيضا؟ الآن هدفين لهدف و3 دقائق يضيفها حكم المباراة سالم عامر كوقت بدل ضايع على نهاية هذا الشوط. سجاد، كرة من جديد عادت لمصلحة فريق النجف. هذه محاولة، ممكن كرة عادت على جهة اليسار. حمزة لعب كرة وخطيرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد. الكرة من هناك عادت لمصلحة فريق نفط ميسان بهذه اللحظات. يبحث، يحاول فرسان المملكة بهذه الدقائق. هسه نشاهد عودة قبل الذهاب إلى غرف الملابس. من هناك يحاول نفط ميسان. هذه كرة خطيرة خطيرة. الله 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 على تمريرة سحرية رائعة جدا، ولكنها وصلت عند حارس المرمى مصطفى شوكت. شوف هذه التمريرة، الله الله على هكذا تمريرات جميلة جدا كانت عن طريق علي لطيف. الله يا فنان، الله يا لطيف في الكرة الماضية، ولكن الكرة وصلت عند مصطفى شوكت. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين علاء سعد، أسماء جيدة موجودة بفريق نفط ميسان. هذه كرة محاولة للأمام، هذه خطيرة، ولكن وصلت في الأخير عند المتألق مصطفى شوكت. يقدم نفسه كحارس مميز جدا مع فريق النجف في هذا الموسم لغاية الآن. أول مباراة كانت مباراة النفط وتصدى لركلة جزاء، وحتى في المباراة السابقة مع الكرخ أيضا تألق مصطفى شوكت. كرة على جهة اليمين لمصلحة علاء سعد. كرة عن طريق مصطفى، تمريرة من هناك عادت. هذا ماثيو النيجيري اللي سبق واللعب في الميناء. تحدث عن الأسماء المحترفين المتواجدين بفريق نفط ميسان. هذه محاولة للأمام، تحدث عن ماثيو، وتحدث عن السنغالي ديمي داوود، وأيضا كريس نيلفز من الكونغو. طبعا فريق نفط ميسان يدخل هذه المباراة ولديه غيابات 3 لاعبين بسبب الإصابة. تحدث عن سواليو واتارا ومهند حبيب وحسين طالب المهاجم. هذه كرة محاولة خطيرة، الله، ولكن هناك راية. نعم، هناك راية مرفوعة بوجود حالة تسلل على نسيم التونسي في الكرة الماضية. أيضا طبعا لدينا فريق نفط ميسان اللي عزز صفوفه بالمحترف البحريني مهدي عبد الجبار المتواجد في دكة الاحتياط، قد يشترك في الشوط الثاني. هنا تأتي صافرة الحكم سالم عامر معلنة عن نهاية هذا الشوط بتقدم فريق النجف بهدفين لهدف على فريق نفط ميسان. أيها الأحبة، إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني. استراحة قصيرة ثم لنا عودة.
وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس. مناف، لكن هنا التقدم للقاسم. الله، هنا العبور وهنا المرور، ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف، بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم المحن، رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم، محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق، دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهيرة بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس، هذا العقيد، مر المواس. الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس. ماذا هناك؟ نعم، بعد التدخل هل هناك نعم تسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة، نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة، ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني، هذا الثاني. الله يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة، وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم، بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي اعتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان، هو الفنان، هو الفنان، يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة، لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لأندية دورينا. لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم، هنا الثالث. الله يا أتيبة، يسجل ثالث أهداف المباراة. نعم، أمام الجريح نادي القاسم، وأتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة. حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث، والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا، ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل. هو جريح، ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي قاسي يا أتيبة قاسي،
ويسجل الهدف الثالث بالمباراة من الأسمراني. نعم، وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال. فعلها مرة أخرى، فعلها مرة أخرى. نعم، يفعلها ليونيل أتيبا ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف. ليونيل أتيبا ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم، أي قلب تحمل يا ليونيل أتيبا، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل. هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي. عند اللاعب دومينيك ماندي يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي. يأتي من الخلف، يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم، 6 أهداف بسداسية. الشرطة يضربون وأحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل أمام فريق منهار تماما، أمام فريق منكسر، أمام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة، والدموع نعم أغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسمة، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار. ويأتي الهدف السابع، الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا، هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن. هذه 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرسون ليقود الإمبراطور إلى منصة التتويج. شيرزو تيميروف، وبتمريرة وبانطلاقة، من هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان.
ومررت نعم عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول. الهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. نعم بركلة جزاء يتحصل عليها نادي أربيل للثاني لشيرزود. نعم نعم نعم، الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. والتمرير هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول 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 اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله 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 الله، كاظم رعد بعدما فعلها باول اللقاءات وسجل هنالك امام الطلبة، اليوم يسجل اول اهداف الزوراء بالدقيقة الخامسة، يبصم على اول اهداف النوارس، اول اهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهد لنا نطير الفوق ما ننزل ترحنا. هكذا هو الزعيم، هكذا هو الزوراء. بدأها بداية قوية، شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول، هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة الخامسة كانت كفيلة لأنه شاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم في غاية الهدوء، في غاية الهدوء. يدور اللاعب على سعد هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب على سعد هدف التعادل، هدف التعادل. فرحة الدكة من لاعبين نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثاني ثاني ثاني، جول ثاني ثاني للزوراء. الله 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 الله، ومن غير النيجيري هنا، النيجيري ابراهيم توميو يسجل ثاني اهداف الزعيم. تكلم التاريخ، حضر الزعيم، سنعود سنعود، فنحن التاريخ الجميل. ابراهيم توميو نعم يعرف طريق المرمى، ورأسية جميلة جميلة باغت من خلالها حسن نجم، عرضية من حسين فلاح، الرأسية والهدف الثاني للنوارس، هدف ثاني للزعيم برأسية ابراهيم توميو. توميو اللي سجل امام القاسم، نعم هنا يسجل مرة اخرى بهذه الجولات، وبذلك يعلن التقدم لفريق بشباك الموصل. يشارك الآن، الله 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 الله، وصلت الفرصة لذو الفقار عبد، شارك أساسي.
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا في كل مكان لأحداث الشوط الثاني. شوط أول قد تركناه انتهى بتقدم فريق النجف بهدفين لهدف. سجل النجف رضا فاضل وسجل نسيم صيود الهدف الثاني، بينما سجل الفريق نفط ميسان على سعد. هكذا انتهى الشوط الأول بتقدم نجفي بهدفين لهدف. شوط ثاني نتأمل أن نشاهد متعة إثارة كما شاهدناها في الشوط الأول لفريق النجف وأيضا لفريق نفط ميسان، في مباراة مهمة لكلا الفريقين. بالنسبة لفريق النجف الذي يبحث عن تحقيق انتصار في هذه المباراة، كرة من هناك يحاول بها لمصلحة فريق النجف مع بداية الشوط الثاني. يبدأ مهاجما يريد تحقيق الانتصار وافراح جماهير النجف الكبيرة. هذه كرة محاولة خطيرة لمصلحة فريق النجف داخل منطقة الجزاء، يحاول بها لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات رضا فاضل، ولكن الابعاد والكرة لا زالت من هنا يحاول بها لمصلحة فريق النجف. لاحظ طبعا يعني شاهدنا تبديل في فريق نفط ميسان مع بداية الشوط الثاني. حسين مطر يشترك في صفوف فريق نفط ميسان مع بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء. كرة من هناك لمصلحة فرسان المملكة، يبحثون في هذا الشوط كتيبة المدرب حسن أحمد التي تبحث عن عودة من خلال الشوط الثاني لهذه المباراة. فريق نفط ميسان سجل أولا ولكن عادل فريق النجف عن طريق رضا فاضل، وبعد ذلك سجل نسيم صيود الهدف الثاني لمصلحة فريق النجف. كرة من جديد، تمريرات النجف سيكون انتصار غالي لو تحقق في مباراة اليوم، خصوصا بعد خسارتين متتاليتين في المباريات السابقة. خسر من أمام القرمة وخسر من أمام الكرخ، وبالتالي يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم. كرة من هناك للأمام، محاولة صناعة فرصة جديدة ولكن صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية والخطأ الذي طبعا ارتكبه ماثيو على اللاعب نور المصطفى. خطأ الآن بهذه اللحظات هذا النيجيري ماثيو. كرة لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. حسن نجم يوجه الزملاء. خطأ الآن يأتي بهذه اللحظات لمصلحة فريق النجف. هل سنشاهد فريق النجف يسجل هدف ثالث بهذه اللحظات في هذا الشوط؟ كرة اللعب للأمام داخل منطقة الجزاء بالراس والإبعاد. كرة لا زالت، عادت من جديد من هناك. تمريرات على جهة اليسار. حمزة عدنان يحاول التوغل من أمام لاعبي فريق نفط ميسان، ولكن مرت إلى رمية تماس لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. حمزة عدنان، كرة من هناك حاول المرور، خطيرة السجاد والإبعاد يأتي من مصطفى محمد. فريق النجف اللي حقيقة يعني عاد بثقة عالية، يعني رغم أنه تلقى هدف ولكن سجل هدف التعادل، بعد ذلك سجل الهدف الثاني. كرة لا زالت هذه خطيرة لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. يحاول البشير على جهة اليسار، هذا نسيم صاحب الهدف الثاني. كرة من جديد، كرة عادت عبد الله حسن يحاول المرور. يا سلام هذه كرة، ولكن مرت في الأخير إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. هذا سجاد رعد لاعب فريق النجف، هذا كابتن فريق نفط ميسان محمد سلام. كرة عند مصطفى. تمريرات فريق نفط ميسان في الشوط الثاني يبحث عن تعويض. كرة من هناك على جهة اليمين للأمام، لمسة ممتازة يحاول فريق نفط ميسان. هذه كرة خطيرة، يا سلام محاولة، ولكن الكرة في الأخير وصلت عند
مصطفى شوكت. كرة جميلة ولكنها في الأخير وصلت عند حارس مرمى فريق النجف مصطفى شوكت. هذا حمدي النقاز التونسي. كرة أمامية، كرة عادت من جديد، صافرة ومخالفة وخطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة علاء سعد صاحب الهدف. نسيم صيود اللي اليوم يسجل يعني ثالث أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى الموصل والميناء، يتساوى بذلك مع زميله الآخر رضا فاضل اللي أيضا في مباراة اليوم يسجل ثالث أهدافه. كرة من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان. كرة من هنا يحاول بها للأمام ولكنها عادت من جديد لمصلحة فريق النجف على جهة اليمين، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لمصلحة فريق نفط ميسان. هذا حمدي النقاز تحدث عن فريق نفط ميسان في هذا الموسم ويحاول أن يعدل مسار الفريق. تحدث عن فترة طويلة لم يسجل فريق نفط ميسان في هذا الدوري. هذه كرة خطيرة لمصلحة فريق نجف، محاولة حكم مباراة يؤمر بالاستمرارية بمحاولة كانت لمصلحة رضا فاضل، ولكن مرت الكرة عادت من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان في وسط الميدان. من جديد يحاول نفط ميسان من هنا عند كريست ميرفلز. كرة من هناك يحاول بها لفريق نفط ميسان عن طريق ماثيو. يا سلام تمريرات نفط ميسان بهذه اللحظات، يا سلام هذه كرة خطيرة للأمام وفي الأخير وصلت عند مصطفى شوكت يقدم مستوى جيد مع فريق النجف بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة اللي كانت عن طريق رضا فاضل والمطالبة من المدرب حيدر عبودي اللي استلم مهمة النجف بعدما يعني فسخ العقد بالتراضي مع المدرب علي عبد الجبار. كرة من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان بهذه اللحظات. نفط ميسان يبحث في الشوط الثاني عن العودة في المباراة. كرة من هناك والإبعاد من الدفاعات النجفية في وسط الميدان. كرة عادت من جديد عن طريق محمد سلام، يلعب الكرة على جهة اليمين. كرة من جديد من هناك، لا زال فريق نفط ميسان يضغط يواصل يريد العودة في المباراة. كرة اللعب للأمام عادت بين سجاد رعد إلى كريست ميرفلز، لعب كرة خطيرة لمصلحة فريق نفط ميسان. هذه محاولة ولا زالت خطيرة. الله جول يأتي بهذه اللحظات. على سعد يسجل الهدف الثاني، جول ثاني يأتي بهذه اللحظات يسجل عن طريق على سعد. هو دائما بالتمركز بالموعد، يسجل بهذه اللحظات لمصلحة فريق نفط ميسان الهدف الثاني. الله 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 على كرة رائعة. السلام ووضع الكرة بالمباشر في مرمى النجف ليسجل فريق نفط ميسان الهدف الثاني في المباراة. هدف التعادل يأتي بهذه اللحظات، يسجل عن طريق علاء سعد ليسجل الآن هدف التعادل لمصلحة فرسان المملكة. أهداف رائعة وجميلة في مباراة اليوم، مباراة رائعة ممتعة في أحداث هذه المواجهة. يسجل علاء سعد الهدف الثاني، سجل فريق نفط ميسان وعدل النجف ثم سجل النجف الهدف الثاني، والآن يسجل فريق نفط ميسان الهدف الثاني التعادل لمصلحة فرسان المملكة. الله على هذه المباراة وفرحة الجماهير الميسانية التي قطعت مسافات طويلة لكي تشجع وتؤازر فريق نفط ميسان في هذه المباراة. يسجل نعم علاء سعد
علاء سعد، وهدف ثاني. الآن عادت المباراة إلى نقطة التعادل بهدفين لهدفين بهذه اللحظات. رمية جانبية لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. أحمد نور، استقبال ممتاز، كرة من هناك للنجف، لعب كرة أمامية بالراس، كرة عادت يبحث بها فريق النجف في الشوط الثاني عن العودة وتحقيق الفوز، رغم أن المباراة صعبة، لا شك مواجهة صعبة على الفريقين، على نفط ميسان وعلى النجف. هذه كرة لا زالت، هذه محاولة تسديد، الله على كرة وتسديدة كانت عن طريق نسيم صيود اللي سجل الهدف الثاني لفريق النجف في الشوط الأول بكرة ممتازة، استقبلها بشكل صحيح وسدد الكرة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب بأمان وسلام على مرمى فريق نفط ميسان حسن نجم. كرة من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان، تمريرات، محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والإبعاد يأتي. الكرة عادت من هناك، مرت إلى رمية جانبية. مباراة جميلة لغاية الآن بين الفريقين، هدفين لهدفين. فريق نفط ميسان اللي في المباراة السابقة الأخيرة تعادل مع الزوراء بهدفين لهدفين، وأيضا تعادل مع دهوك بهدفين لهدفين. هل ستنتهي هذه المباراة على نفس النتيجة بهدفين لهدفين في هذه المباراة؟ ننتظر، نشاهد ونتابع. هل سيكون هناك عودة لمصلحة فريق النجف أم لفريق نفط ميسان قادر أن يسجل الهدف الثالث؟ نشاهد. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لمصلحة نفط ميسان والإبعاد. الكرة عادت من جديد عند رضا فاضل، عائد للخلف، يستلم الكرات من جديد، عادت لمصلحة فريق نفط ميسان في وسط الميدان، لعب الكرة من هناك على جهة اليسار، استلام ممتاز عن طريق ديمي داوود، وعرضية وخطيرة، ولكن في الأخير وصلت عند حارس المرمى. الله، مباراة جميلة. فريق نفط ميسان يندفع للأمام بهذه اللحظات، يريد أن يسجل الهدف الثالث، وفريق النجف أيضا فريق لا يستهان به وقادر أن يعود في المباراة. هذه تسديدة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت عن طريق حمزة عدنان. في الكرة الماضية مرت بأمان وسلام على مرمى نفط ميسان. حمزة عدنان والمستوى الجميل اللي قدمه مع فريق الميناء. شوف هذه الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. هدفين لهدفين، مباراة جميلة لغاية الآن. نشاهد بين الفريقين، بين كتيبة المدرب حيدر عبودي وبين كتيبة المدرب حسن أحمد، وكلا المدربين يبحثون عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم. كرة من هناك على جهة اليمين، هذه محاولة للمرور، الكرة عادت لا زالت لمصلحة فريق نفط ميسان، يبحث فرسان المملكة الله على كرة ممتازة، ولكن الكرة عادت والإبعاد. الكرة من جديد من هنا داخل منطقة الجزاء، استلام خطير عن طريق فقار عبد، هذه خطيرة، محاولة لمصلحة فريق نفط ميسان، سدد كرة ولكن مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة فريق نفط ميسان. يندفع بهذه اللحظات، يريدون العودة الآن. يشترك مهدي عبد الجبار سيشترك بهذه اللحظات بدلا عن فقار عبد، أو بدلا عن بالنسبة لمهدي عبد الجبار اللي يشترك بهذه اللحظات. طبعا غادر فقار عبد، نعم، والآن غادر كريست ميلفز وفقار عبد يغادرون المباراة، واشترك مهدي عبد الجبار الوافد الجديد لفريق نفط ميسان، اللاعب البحريني القادم من نادي الخالدية، وأيضا لمصلحة فريق نفط ميسان. من هناك لعب كرة عالية وخطيرة، فيها محاولة للأمام، يحاول في هذه الكرة ولكن كرة مرت من هناك، لا زال يبحث، يحاول لمصلحة فريق نفط ميسان. كرة من جديد، كرة عادت لمصلحة فريق النجف من نور المصطفى للأمام، يحاول
فريق النجف بهذه اللحظات. هسه نشاهد عودة داخل منطقة الجزاء والإبعاد، الإبعاد إلى رمية تماس. الإبعاد كان عن طريق محمد سلام في الكرة الماضية. هذا رضا فاضل صاحب هدف الأول اللي سجله لفريق النجف. كرة من جديد هذه خطيرة لمصلحة غزدان البادية، هذه محاولة وخطيرة لمصلحة فريق النجف، ولكن هناك صافرة وحكم مباراة اعتبرها تحايل، وبالتالي البطاقة الصفراء تحضر الآن على لاعب فريق النجف بهذه اللحظات، على اللاعب رضا فاضل يحصل على البطاقة الصفراء. رضا فاضل اللي سبق واللعب في كربلاء، والآن البطاقة الصفراء تأتي على رضا فاضل بهذه اللحظات. كمباراة تعتبرها تحايل على حكم المباراة، وبالتالي بطاقة صفراء على رضا فاضل. هذه الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين لاعب فريق نفط ميسان في الكرة الماضية سجاد جبار، البديل الذي اشترك بصفوف فريق نفط ميسان. كرة من هناك لمصلحة فريق نفط ميسان على جهة اليمين، حاول المرور 2-2. مباراة جميلة وممكن قد نشاهد أهداف قادمة في هذه المواجهة. والكرة مرت في الأخير إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة فريق النجف. نفط ميسان اللي لعب 4 مباريات خارج ميسان في هذا الموسم، ال4 مباريات اللي لعبها خارج ميسان 3 منها كانت خسارة وتعادل وحيد. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق النجف، محاولة وخطيرة، ولكن الإبعاد يأتي. الكرة لا زالت عادت من جديد لمصلحة فريق النجف. هذه محاولة، فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة، محاولة للأمام، ولكن الإبعاد يأتي. والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. فريق النجف يندفع بهذه اللحظات بحثا عن هدف الثالث، وجمهور النجف أيضا ينتظر فرحة في هذه المباراة. كذلك الحال بالنسبة لجمهور ميسان الكبير، وهو يضع أمله على هذا الفريق، على فريق نفط ميسان. كرة من هناك لمصلحة فريق النجف للأمام، هذه خطيرة لمصلحة غزدان البادية، ومحاولة داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة بهذه اللحظات يبحث، ولكن يجد مضايقة من الدفاعات الميسانية وتسديدة أرضية، ولكنها وصلت عند حارس المرمى حسن نجم. الكرة في جهة اليسار، هذا حيدر عبودي، ونظرة على المباراة وتوجيهاتها مستمرة في وسط الميدان لمصلحة فرسان المملكة، ولكنها مقطوعة. عادت من جديد لمصلحة فريق النجف. من هناك لا زال يبحث ويحاول فريق النجف، الآن يندفع بهذه اللحظات بحثا عن هدف الثالث. نشاهد ونتابع نادي النجف في هذه المباراة، سجل هدفين في الشوط الأول وخرج متقدما بهدفين، ولكن تلقى هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق علاء سعد. الكرة من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان بهذه اللحظات، لمسة على جهة اليسار، تقدم يأتي، محاولة المرور. كرة من جديد عادت لمصلحة فريق النجف لديمي داود، وهذه خطيرة لمصلحة نفط ميسان، خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة، ولكن مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة فريق نفط ميسان. حيدر عبودي، ونظرة على هذه المباراة، وفريقه متعادل لهدفين. كرة من جديد للأمام، حيدر عبودي الذي تحدث في المؤتمر الصحفي
وقال نتأمل من الهيئة الإدارية الجديدة يعني أن تحل الأزمة المالية في نادي النجف. وقال أيضا هناك خطة وضعتها الإدارة الجديدة لاستقطاب لاعبين جدد يعني من شأنهم دعم الفريق في المباريات القادمة. هذا ما تحدث به طبعا المدرب حيدر عبودي في المؤتمر الصحفي. الكرة لا زالت من هناك لمصلحة فريق النجف للأمام داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة في الأخير مرت إلى ركنية. هذا مصطفى وهذا كابتن فريق نفط ميسان محمد سلام. في الكرة الماضية بينه وبين لاعب نور المصطفى. شوف هذه الكرة الماضية نور المصطفى ينهض بالسلامة لتكملة المباراة مع الزملاء، بينما هناك ركنية تأتي لمصلحة فريق النجف، وجمهور النجف ينتظر فرحة، ينتظر هدف بهذه اللحظات. حمزة عدنان على تنفيذ الركلة الركنية. حمزة لعب كرة عالية للأمام خطيرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد. الكرة لا زالت عادت من جديد بهذه اللحظات. 4 ركنيات لمصلحة فريق نفط ميسان بالمقابل ركنيتين لمصلحة فريق النجف. كرة من هناك يحاول بها للأمام ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. محمد جاسم كابتن فريق النجف. شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين علي لطيف. شوف هذه الكرة الماضية لقطات من المباراة. علاء سعد اللي يقدم مستوى حقيقة ممتع جدا وجميل في فريق نفط ميسان في هذا الموسم. بالنسبة لعلاء سعد، علاء سعد اللي حتى سجل هدف حتى في مباراة الكأس على فريق الغراف. بالنسبة لعلاء سعد. كرة من جديد من هناك نفط ميسان فرسان المملكة الموسم الماضي المركز 11 ب51 نقطة. بالتالي يبحث فريق نفط ميسان. تحدث عن فريق نفط ميسان اللي سبق وان حقق المركز الخامس في موسم 2018-2019، وهو طبعا من افضل يعني انجاز كروي يسجل لفريق نفط ميسان في الدوري. وكانت يعني في ذلك الموسم كان طبعا تحت قيادة الراحل أحمد دحام رحمة الله عليه، اللي كان هو من يقود فريق نفط ميسان في ذلك الموسم عندما حقق فريق نفط ميسان المركز الخامس. هنا رمية تماس عن طريق مصطفى عبد الجليل. كرة من جديد على جهة اليسار والكرة مرت إلى ركنية لمصلحة فرسان المملكة بهذه اللحظات. توجيهات مستمرة مصطفى شوكت وركنية لمصلحة فريق نفط ميسان. حسن وشاهد هدف يأتي لمصلحة فرسان المملكة بهذه اللحظات. ديمي داوود السنغالي لعب كرة داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة خطيرة ولكن مقطوعة بشكل ممتاز. عادت سريعة لمصلحة فريق النجف. من هنا على جهة اليمين عن طريق بشير بن محمد التونسي. حاول المرور، يا سلام، مر بنجاح، لعب كرة عالية للأمام من هناك، ولكن في الأخير مرت وصلت عند حارس مرمى نفط ميسان حسن نجم. وحيدر عبودي واحد من الأسماء المميزة جدا التي برزت يعني بدفاع النجف
وأيضا حتى مع المنتخباتنا الوطنية، اللي تحدث عن يعني مشاركة تاريخية كانت في دوري أبطال آسيا عندما كان مع نادي النجف، والفوز التاريخي على السد القطري في تلك المباراة عندما كان لاعبا. ولكن هو أيضا بالنسبة لحيدر عبودي سبق وأن درب نادي كربلاء. كرة من جديد من هناك على جهة اليسار لمصلحة فريق النجف، يبحث بهذه اللحظات محاولة المرور، والكرة عادت من جديد، عادت لمصلحة فريق نفط ميسان. فريق نفط ميسان تحدث عن يعني نور صبري، لعب فترة طبعا مع فريق نفط ميسان عندما كان حارس مرمى نفط ميسان. كرة للأمام، كرة عادت من جديد، يا سلام، محاولة المرور ولكن الصافرة موجودة، صافرة ومخالفة بهذه اللحظات لمصلحة فريق النجف، لمصلحة رضا فاضل والبطاقة الصفراء. بطاقة صفراء في هذه اللحظات على كابتن فريق نفط ميسان محمد سلام، يحصل على البطاقة الصفراء. هذه الكرة الماضية اللي كانت لرضا فاضل، رضا فاضل اللي سجل الهدف الأول. عبد الله حسون سيشترك بهذه اللحظات ويغادر نور المصطفى، يغادر نور المصطفى ويشترك عبد الله حسون، واحد من الأسماء المميزة اللي سبق وأن لعب مع نادي كربلاء. كرة اللعب للأمام، عادت من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان، للأمام من هناك يحاول لمصلحة فريق النجف، عادت للخلف عند حارس المرمى، حاول صناعة فرصة جديدة لفريق النجف، يبحث عن تسجيل وتحقيق الانتصار في هذه المباراة. بشير بن محمد يحاول المرور، كرة من جديد، يا سلام، للأمام والإبعاد، كرة عادت من جديد. عبد الله حسن، لمسات ممتازة وخطيرة للأمام ولكن الإبعاد، وهناك صافرة ومخالفة تأتي لمصلحة فريق نفط ميسان، لمصلحة كابتن فريق نفط ميسان محمد سلام. والكرة اللي كانت بينه وبين رضا فاضل، كرة من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان، حاول صناعة فرصة جديدة على جهة اليسار، مصطفى عبد الجليل، ديمي داوودة للأمام، يا سلام على المرور لمصلحة فريق نفط ميسان ولكنها مقطوعة، عادت سريعة لمصلحة عبد الله حسون، حاول أن يمر بالمهارة. عبد الله لحقيقة سجل أهداف جميلة سابقا في الدوري العراقي مع نادي كربلاء، هذا الموسم مع فريق النجف. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة فريق نفط ميسان، هذه محاولة وتسديد، الله الله الله، جول ثالث يأتي لمصلحة نفط ميسان. الله 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 يا السنغالي ديمي داوودة يسجل هدف الثالث، هدف ثالث يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان. الله على المرور، الله على تسديدة يسارية يسجل من خلالها فريق نفط ميسان الهدف الثالث. الله على المرور، الله على التوغل، الله على الوصول، بعد ذلك هوبا ليسجل من خلالها الهدف الثالث يأتي
لمصلحة فريق نفط ميسان. يسجل الآن ديمي داوود السنغالي. الله على المرور، هذه التسديدة اليسارية، هذه تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد. سجلت في مرمى نادي النجف، ليسجل فريق نفط ميسان الهدف الثالث عن طريق هذا السنغالي. يسجل الآن نفط ميسان هدف ثالث عن طريق داوود، اللي يسجل اليوم رابع أو خامس أهداف بالنسبة لديمي داوود في هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى الميناء وسجل في مرمى الطلبة والموصل وديالى. الآن يسجل ديمي داوود الهدف الثالث، يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان، لمصلحة كتيبة المدرب حسن أحمد وجماهير نفط ميسان حاضرة في مدرجات ملعب النجف. جول ثالث. الله على عودة فريق نفط ميسان في الشوط الثاني، شوط رهيب لغاية الآن بالنسبة لفريق نفط ميسان. يعني الشوط الأول كان لمصلحة فريق النجف بهدفين لهدف، ولكن الشوط الثاني تمكن فريق نفط ميسان لغاية الآن أن يقلب النتيجة، ويسجل فريق نفط ميسان، سجل هدف الثاني التعادل. بعد ذلك سجل المحترف ديمي داوود الهدف الثالث لمصلحة فريق فرسان المملكة، بينما النجف يبحث بهذه اللحظات والإبعاد والكرة مرت في الأخير إلى رمية تماس. النجف الآن سيندفع في الدقائق القادمة بحثا عن هدف التعادل. النجف بدأ متقدما والآن أصبح متأخرا. من سينتصر في مباراة اليوم؟ من يحقق الفوز؟ من يفرح جمهوره في هذه المواجهة؟ كرة لمصلحة فريق حمد النقاز، حصل أيضا على البطاقة الصفراء بصفوف فريق النجف. كرة من جديد من هناك والإبعاد، كرة من جديد عادت لدفاعات النجف، أقرب عند حارس المرمى مصطفى شوكت. كرة من هناك. النجف في الشوط الثاني نصل على الدقيقة 3 بطاقات صفراء مقابل 3 أيضا على فريق نفط ميسان. كرة من جديد عادت بهذه اللحظات. النجف في الشوط الثاني يبحث عن عودة بعد أن كان متقدما، والكرة في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. مباراة آخر مواجهة اللي كانت بين الفريقين انتهت 3 أهداف لهدف لنفط ميسان، لكن اليوم لغاية الآن 3 أهداف لهدفين، وفرحة رائعة. الله على هذه الفرحة للجماهير الميسانية الحاضرة هنا في ملعب النجف، جاءت وقطعت المسافات الطويلة لكي تشجع وتعازر فريق نفط ميسان في هذه المباراة. كرة من هناك على جهة اليسار لمصلحة فريق النجف، يلعب الكرة أمامية خطيرة ولكن الإبعاد. الكرة عادت من جديد، يبحث بهذه اللحظات خطيرة لمصلحة فريق النجف داخل منطقة الجزاء، ممكن التسديد، محاولة لمصلحة النجف. كرة عادت بالخلف من جديد عن طريق أحمد نور بالراس، في الأخير مرت إلى رمية تماس. هذا سجاد جبار وهذا أيضا بشير بن محمد التونسي. كرة لمصلحة أحمد نور اللي سبق واللعب مع نادي القاسم، و3 أهداف لهدفين، 5 أهداف في مباراة اليوم. مباراة جميلة، مباراة فيها إثارة، فيها متعة، فيها أهداف جميلة أيضا، أهداف صاروخية، أهداف ممتعة. مباراة كنا نتوقع أن نشاهدها جميلة، وبالفعل هذا ما نشاهده لغاية الآن لكلا الفريقين، للنجف ولفريق نفط ميسان. الكرة من جديد
عادت علي لطيف، الكرة لعب للأمام، هذه خطيرة لمصلحة فريق نفط ميسان، خطيرة للأمام، ولكن حكم المباراة يؤمر بالاستمرارية. هذا المحترف البحريني مهدي عبد الجبار، الوافد الجديد لفرسان المملكة في هذا الموسم. حمزة عدنان، والكرة مرت من هناك. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين المحترف التونسي حمدي النقاز وبين البحريني مهدي عبد الجبار. شوف هذه الكرة العرضية اللي كانت من حمزة عدنان، والتصدي لحسن نجم في الكرة الماضية. ندخل على الدقيقة 80 ونفط ميسان متقدم ب3 أهداف لهدفين. مباراة جميلة رائعة لغاية الآن لكلا الفريقين، لنفط ميسان وأيضا لفريق النجف. وربما هناك أشياء جديدة قد نشاهدها في الدقائق القادمة. كرة اللعب أمامية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب كانت عن طريق عبد الله حسون في الكرة الماضية. سالم عامر حكم المباراة، وهناك بطاقة صفراء ربما جديدة. حسن نجم حارس مرمى نفط ميسان يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات بداعي تأخير الوقت، يحصل على البطاقة الصفراء. ركلة مرمى لعبت عالية وللأمام من داوود ليسجل حقيقة هدف جميل، واحد من الأهداف الجميلة في هذا الموسم بالنسبة لديمي داوود. كرة من هناك مرت إلى تماس، كرة عادت عبد الله، هذا علاء سعد اللي يقدم حقيقة مستوى جميل. ونفط ميسان اليوم يقدم مستوى رائع حقيقة في هذه المباراة. حتى في المباراة السابقة فريق نفط ميسان قدم مباراة جيدة أمام فريق الزوراء، تلك المباراة اللي انتهت بهدفين لهدفين. ثلاثة أهداف لهدفين لنفط ميسان، يعني نتحدث عن 7 نقاط لفريق نفط ميسان. اليوم يصل إلى النقطة 10 إذا حقق الفوز في مباراة اليوم، بينما فريق النجف إذا خسر في مباراة اليوم ستكون الخسارة الثالثة على التوالي لفريق النجف. كرة من جديد أمامية للأمام، ولكن مرت لمصلحة فريق نفط ميسان. داوود ديمي بشكل ممتاز، تمريرات رائعة لفرسان المملكة. لاحظ الفراغ الكبير في دفاعات النجف، ولكن هناك راية مرفوعة بوجود حالة تسلل. حالة تسلل في الكرة الماضية على لاعب فريق نفط ميسان، هذا مهدي عبد الجبار. شوف هذه الكرة الماضية كان في موقف تسلل. كرة لمصلحة فريق النجف، هل سيعود النجف في نهاية هذا الشوط؟ نشاهد ونتابع في أحداث هذا اللقاء. كرة أمامية، يا سلام، تحضير ممتاز وتسديدة خطيرة، ولكنها عادت لمصلحة فريق نفط ميسان على جهة اليسار. داوود لعب كرة أمامية، عادت من جديد لمصلحة فريق النجف. حمدي النقاز للأمام. النجف بهذه اللحظات يندفع، يحاول أن يعدل النتيجة، لا يريد أن يخسر هذه المباراة غزلان البادية. بينما فرسان المملكة اليوم سيكونون حقيقة سعداء بتحقيق انتصار غالي، أن يكون من ملعب النجف الدولي.
هذا سيكون ممتع ويعني رائع جدا لفريق نفط ميسان لو تحقق لغاية الآن. لفريق نفط ميسان كرة عادت بالخلف، تمريرات نفط ميسان يحاول كسب المزيد من الوقت والإبقاء على التقدم. كرة على جهة اليسار، مصطفى عبد الجليل، تمريرات من سجاد جبار. سجاد، كرة عن طريق فريق نفط ميسان بهذه اللحظات، كرة للأمام، ولكن الكرة في الأخير وصلت عند مصطفى شوكت. آخر 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء، والتقدم يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان ب3 أهداف لهدفين. كرة من جديد للنجف في وسط الملعب، يحاول النجف بهذه اللحظات على جهة اليمين، حاولت المرور، يا سلام عبد الله حسون، هذه كرة خطيرة الله، ولكن في الأخير وصلت عند حارس المرمى حسن نجم. حسن نجم دائما ما كنا نشاهد حارس أحمد خالد. كرة اللعب أمامية في وسط الميدان، مصلحة فريق النجف للأمام في وسط الميدان من سجاد جبار، يغير الاتجاه من هناك على جهة اليمين، ولكن حمد النقاز إلى محمد جاسم على جهة اليسار. حمزة عدنان يتقدم بالكرة، محاولة المرور، الكرة عادت لمصلحة فريق نفط ميسان، كرة عادت بالخلف، يا سلام عند سجاد جبار، عاد الكرة بالخلف عند دفاعات نفط ميسان. محمد سلام تمريرات فريق نفط ميسان يحاول يعني كسب المزيد من الوقت والإبقاء على هذه النتيجة. استحواذ أكثر لفريق نفط ميسان 52. هناك تبديل، جعفر ناصر سيشترك بهذه اللحظات، وأيضا يشترك بصفوف فريق النجف مصطفى محمد يشترك بصفوف فريق النجف، ويغادر بشير بن محمد، بينما أيضا يغادر علي لطيف، ويشترك بهذه اللحظات جعفر ناصر بصفوف فريق نفط ميسان. كرة من جديد، مهدي عبد الجبار، حاولت المرور، الكرة عادت من جديد، عادت بالخلف، كرة من جديد نفط ميسان بهذه الدقائق. يبحث فريق نفط ميسان على يعني الإبقاء على هذه النتيجة والخروج بالنقاط ال3. فريق النجف يعني لا يريد أن يخسر هذه المباراة، وجمهور النجف وهو يلعب في ملعبه، والنتيجة لغاية الآن يعني غير مرضية لجمهور النجف الكبير، دائما يبحث أن يكون نادي النجف في المقدمة، ولكن هذه المرة وفي هذا الموسم فريق النجف أيضا يعاني. هناك صافرة ومخالفة، والبطاقة الصفراء أيضا على أحمد نور، بطاقة صفراء تأتي بهذه اللحظات على لاعب فريق النجف في الكرة الماضية. أحمد نور كانت بعرقلة على لاعب فريق نفط ميسان علاء سعد. نصل الدقيقة 89، مخالفة لمصلحة فريق نفط ميسان، لعب الكرة على جهة اليسار،
حاول المرور، يا سلام، عن طريق داوود، ولكن مرت عادت لمصلحة فريق النجف. ديمي داوود السنغالي حقيقة سجل هدف جميل جدا لمصلحة فريق نفط ميسان في هذه المباراة. كرة من جديد لمصلحة فريق النجف بهذه اللحظات. كرة عادت للأمام، محاولة خطيرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. نادي النجف اللي لعب 4 مباريات هنا على هذا الملعب، في ملعبه، خسارتين وتعادل وفوز. اليوم يتلقى الخسارة الثالثة في ملعبه. تحدث عن ملعب، هذه بطاقة صفراء على سجاد جبار. سجاد جبار اللي يشترك بديلا في فريق نفط ميسان يتلقى الآن البطاقة الصفراء. فريق النجف تحدث عن أنه هو عنده فوز وحيد هنا على هذا الملعب. فاز على فريق يعني أمانة بغداد. نعم، فاز على فريق الطلب، عفوا، على فريق الطلب هنا على هذا الملعب. فاز فريق النجف بهدف نظيف كان عن طريق رضا فاضل، ولكن اليوم تلقى الخسارة لغاية الآن. كرة من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان على جهة اليسار. من هناك يبحث ويحاول فريق النجف. المباراة القادمة سيستضيف نادي الغراف، بينما فريق نفط ميسان سيستضيف فريق زاخو في الجولة 13 القادمة من دورينا. 5 دقائق أضافها حكم المباراة سالم عامر كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الثاني ونهاية هذا اللقاء. كرة اللعب للأمام على جهة اليمين لمصلحة فريق نفط ميسان. تلعب الكرة أمامية في وسط الميدان. أحمد نور النجف خلاص هي الدقائق الأخيرة، يبحث عن هدف التعادل، ولكن كرة عادت لمصلحة فريق نفط ميسان. حاول تحقيق الانتصار بالنسبة لفريق نفط ميسان لغاية الآن متقدم. هدف الثالث كان هدف رائع لداوود. مصطفى شوكت على جهة اليسار لمصلحة فريق النجف. كرة عن طريق سجاد رعد. من هناك على جهة اليسار حمزة عدنان، عرضية ولكن الإبعاد من الدفاعات نفط ميسان. كرة من جديد حاول عبد الله حسون، يا سلام، هذه كرة خطيرة لمصلحة غزلان البادية داخل منطقة الجزاء. هذه خطيرة لمصلحة فريق النجف. محاولة من هناك ولكن الكرة عادت لمصلحة مصطفى محمد، والإبعاد من هناك إلى رمية جانبية. النجف واللحظات الأخيرة، محاولة العودة في المباراة والإبعاد. الكرة من جديد عادت لمصلحة فريق نفط ميسان للأمام على سعد على جهة اليسار. داوود تمريرات جميلة ولكن داوود داخل منطقة الجزاء. فرصة للهدف الرابع، هذه خطيرة وجول. جول رابع يأتي لمصلحة فريق نفط ميسان. نفط ميسان بالأربعة، وما أروع نفط ميسان في هذه المباراة. يسجل بهذه اللحظات ديمي داوود، هو السنغالي يسجل ثنائية في مباراة اليوم. والهدف الرابع يأتي الآن لمصلحة فريق نفط ميسان، يسجل الآن عن طريق داوود. الله الله الله،
مر من أمام حارس المرمى ووضع الكرة بهدوء في شباك النجف ليسجل فريق نفط ميسان الهدف الرابع. الله على عودة فريق نفط ميسان في الشوط الثاني، يسجل بهذه اللحظات هذا السنغالي. الله وضعها بإتقان وبكرة بهدوء، وضعها في شباك فريق النجف ليسجل فريق نفط ميسان الهدف الرابع عن طريق هذا داوود. يا السنغالي اللي يقدم حقيقة مستوى مميز في هذه المباراة، سجل هدف رائع في الهدف الثالث. والآن بمرور مهاري وفرحة لهذه الجماهير الميسانية الحاضرة في ملعب النجف، وفرحة كبيرة، وانتصار يأتي ب4 أهداف لهدفين على فريق نفط ميسان. على فريق يعني نفط ميسان في هذه المباراة. يعني تحدث عن نادي النجف آخر مباراة يعني في هذا الملعب. النجف الموسم الماضي فاز برباعية الموسم الماضي على هذا الملعب ب4 أهداف لهدف، ولكن اليوم يأتي وتكون النتيجة عكسية. نفط ميسان هو من يفوز ب4 أهداف، ولكن هذه المرة ب4 أهداف لهدفين. نفط ميسان والانتصار والنقاط الثلاث الغالية الثمينة سيصل بها فريق نفط ميسان إلى النقطة العاشرة. كم بحاجة فريق نفط ميسان إلى هذا الفوز، فوز غالي لكتيبة المدرب حسن أحمد، ناجحة في هذا اللقاء. هناك تبديل، سيشترك محمد خضير في صفوف فريق نفط ميسان ويغادر على سعد، ويشترك محمد خضير بهذه اللحظات بصفوف فريق نفط ميسان. 4 أهداف لهدفين، نتيجة يعني جميلة بالنسبة لجمهور ميسان. جمهور ميسان اللي كان ينتظر عودة لهذا الفريق من خلال هذه المباراة. الآن يعود نفط ميسان، سجل في هذا اللقاء. تحدث عن المباريات السابقة بين تعادل وخسارة. يعني نفط ميسان لم يفوز في الدوري منذ الجولة الثانية. آخر فوز في الدوري كان في الجولة الثانية على فريق نوروز بهدفين لهدف، ولكن بعد مرور كل هذه الجولات وصلنا في الجولة 12. اليوم فريق نفط ميسان يحقق هذا الانتصار. مبروك، ألف مبروك لجمهور ميسان الكبير، وهارد لك لجمهور النجف على هذه الخسارة. مبروك لفريق نفط ميسان، وصافرة الحكم سالم عامر معلنة عن نهاية هذا اللقاء بفوز فريق نفط ميسان ب4 أهداف لهدفين على فريق النجف. أيها الأحبة، كان معكم يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.